اكتر مصطلح بنسمعه ولاده بدون الم، مصطلح اترددت كتير جدا الفتره اللي فاتت وسمعتيه كتير، وبقيت جايه تولدي من غير ما تحسي باي حاجه. ده انا كمان هعمل فوتو سيشن للولاده وهتصور ضغطه واحده بس بتريحك من كل الالم. اعتقد عرفتي دلوقتي احنا هنتكلم عن ايه. انا دكتور احمد بدر الدين، اخصائي النساء والتوليد والحقن المجهري، جاي النهارده اكلمك عن كل شيء يخص جهاز PCA. جهاز PCA احد اقوى الطرق المستخدمه للقيصريه بدون الم، عباره عن جهاز يتحط فيه مجموعه ادويه ومسكنات وبينقط مكوناته في الوريد بمعدل ثابت لحد ما يخلص، وبيختلف السعه والحجم والمكونات. الجهاز ده استخدام شخص واحد فقط لمده كام يوم وخلاص، يعني ما ينفعش نبيعه، ما ينفعش يتحفظ في التلاجة او براها وبعدين يستخدم لحالة تانية برضه، ما ينفعش يتحفظ سنتين تلاتة ونفس الحالة استخدمت اول مرة تيجي تستخدمه في الولادة جاية. مش هنعرف نوفر في الحتة دي للاسف. الحاجة الوحيدة اللي تنفع ان اول لما المسكنات تخلص ناخده نملاه، بحيث نزود مدة المسكنات كمان يومين وتلاتة في نفس الولادة. الوصل اللي فيه بتتصل بالوريد عن طريق الكانولا، يعني بشكل مباشر او غير مباشر بتتوصل بالدم، وده ممكن ينقل بعض الامراض والعدوى. كمان بقايا الدم ده حتى لو مش ظاهرة هينمو عليه ميكروبات كتير مهما حاولت تحافظ عليه. عشان كده جهازك ده بتاعك، اول ما يخلص تخلصوا منه بالطريقه الصحيحه. جهاز PCA مش شرط للقيصريه، ممكن يستخدم مع اي عمليه تانية عادي جدا، عظام، جراحه، مسالك وغيرها. بالمناسبه برضه مفيش ادمان ليه ولا حاجه، عشان الناس اللي بيزوروا الحاله وبيحبوا يجودوا خلي الحاله تكمل علاجها. في الحقيقه هو ليه مميزات كتير، سهل في الاستخدام، بضغطه واحده تقدر تتحكمي في جرعه المسكن اللي بتدخل جوه جسمك، بيساعد انك تحركي وترجعي لروتين حياتك اليوميه بشكل اسرع بدون ما بتحسي بالالم. حجمه صغير سهل تنقلي بيه، خصوصا بعد الولاده القيصريه اللي لازم تتمشي بعدها، اعمل عليكي تماما وعلى الجنين. وفي الحقيقه بنصح بيه بعد الولاده، فمن حقك تفرحي بالبيبي من غير ما تتألمي، وان شاء الله تقومي بألف سلامه.